ايه الافضل، ووردبريس ولا شوبيفاي؟ سؤال جميل جدا. طيب خليني اسالك انا سؤال. انت شغال ايه؟ شغال اي كوميرس على خفيف، يعني جايب منتج كده شغال عليه، او هل انت شغال دروب شيبنج، افيليت، تسويق بالعموله، ايا يعني كان المسمى اللي بتسميه له؟ لو انت شغال بالشكل ده، ولا شوبيفاي ولا ووردبريس، اشتغل ايزي اوردرز، اشتغل يو كان، اشتغل على لايت فانلز، اشتغل على اي حاجه من الحاجات اللي هي السهله البسيطه اللي تطلعك على طول وتضمن لك سبيد عاليه واضافات ولعب وحركات وراندنج بيجز والكلام الظريف ده. فلو انت شغال على الهادي، ايزي اوردرز، يو كان، لايت فانلز افضل لك. طيب لا انا براند بقى، انا عايز ابقى شكلي كده محترم وابن ناس، وشكلي مش دارج في السوق، وليا منظر معين، وليا براند ايدنتيتي، وليا. ساعتها انا هقول لك عندك اتنين اوبشن مهمين جدا، هم شوبيفاي و وورد بريس. وورد بريس بيحتاج هوستنج، انما شوبيفاي انت بتهوست عن شوبيفاي نفسها، فتحتاج هوستنج. فلو انت مالكش في الهوستنج قوي، تخلي حد يساعدك، يا اما تختار بعنايه وتسرش بعنايه ازاي تختار هوستنج محترم، لان الهوستنج لو ما كانش محترم وسريع، كل مجهودك ايه؟ هيروح في داهيه. طيب شوبيفاي ما عندهاش قصه السرعه دي، خلاص انت الموضوع كله هوستنج عندهم، والموضوع بيكون سهل. طب مين الارخص لك؟ على حسب انت هتاخد هوستنج عامل ازاي، حجم الزيارات عندك اخبارها ايه، كتيره ولا قليله. ففي معايير كتير قوي تحدد من خلالها، لكن عموما كلا الخيارين ممتازين. شوبيفاي فيها اضافات كويسه جدا بس بفلوس، وورد بريس غالبا برضه هتجيب مطور يظبط لك الدنيا على وو كوميرس، فكل واحده فيها مصاريف. طالما انت قررت تبقى براند، ادفع بقى. لكن في النهايه الاثنين ممتازين. ولو انت شغال دروب شيبنج او شغال اي كوميرس على خفيف، ولا ده ولا ده، زي ما قلنا ايزي اوردرز، يو كان، ولايت فانلز.